السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله نحضر معكم مملحات بعجينة المسمن بلا طون بلا كفتة، غير بالخضر. كيجيو زوينين كيستحقوا التجربة. ندوزو للعجينة. عندي 300 غرام دقيق ونص خمارة الحلوى 4 غرام، والملح، ملعقة خل، 2 معالق زيت. وكنجمع العجينة غير بالماء بارد، وكنزيد الماء غير بشويه بشويه حتى كنجمع العجينه. كنخليها شويه قاصحه وما كندلكهاش، غير كنجمعها وكنغطيها بلاستيك غذائي وكنخليها ترتاح. ندوزو للحشوه. نحتاج فيها 2 خيط زويات محكوكين، بصله مشلضه، 2 قريعات محكوكين، 2 فلفلات مقطعين مربعات صغيره، نزيد الملح والزيت. عندي التوابل: الابزار، خرقوم، سكينجبير، فلفل احمر، كمون، ضويمة كنور بقري، 2 فصوص ثوم. وكنخلط ونخلي الخضره تتشحر مزيان وحيد منها الماء. كنخلي على نار مجهده شويه وما كنغطيهاش باش تنشف من الماء. من بعد ما تشحرات الخضره غنزيد القزبر ومعدنوس. ما كنديرهمش في الاول، كنخليهم حتى الاخر. عندي نص ملعقه صغيره هريسه، اللي كتعجبو يديرها واللي ما كتعجبوش ما يديرهاش. نزيد الزيتون مقطع، عندي الفرomاج. انا درت موتزاريلا، يمكن لكم ديروا اي نوع عندكم. الحشوه هي وجدات. نطفي عليها النار ونخليها تتبرد، عاد كنخدم بها باش ما تقطعش ليا العجينه. عندي الزيت ومايزينا وهما اللي غنورق بيهم. رجع العجينه بعد ما ارتاحت، غنقطع الكويرات صغار، نغطيها بلاستيك غذائي ونخليها ترتاح واحد 5 دقائق. العجينه ملي كترتاح كتسهل علينا التوراق. من بعد ما ارتاحت العجينه وبردات الحشوه، غنبدا نشكل في المملحات. كنجيب الكويره ديال العجينه وكنسرحها بهذه الطريقه تيبان لي سطح العمل. وكنجيب الحشوه كنديرها في الطرف ديال العجينه وكنطوي عليها العجينه. كنهز هاد الجنيبات كندورهم على الحشوه. طريقه سهله. وكنجيب السكين وكندير واحد الشريطات في العجينه اللي بقات ليا وكنلوي بهذه الطريقه بحال الشكل ديال المحنشه. طريقه راه سهله. وغنستمر بنفس الطريقه. كنجيب العجينه كنسرحها، كندير الزيت ومايزينا اللي كنت خلطت، وكندير الحشوه، كنطوي العجينه، والطرف الثاني كنقطعو بالسكين على هذا الشكل. كنلوي بنفس الطريقه. وكنستمر على هذه الطريقه تنكمل العجينه اللي عندي كامله.
بعد ما كملت العجينه اللي عندي كامله، عندي صفر بيضه وقطيرات ديال صوص صوجا، كنقربهم مزيان وكندهن بهم العجينه اللي عندي كامله. من بعد ما كملت العجينه كنزينهم بالجنجلان وبالسانوج. من بعد ما زينت المملحات اللي عندي كاملين ندخلهم الفرن اللي كنت مسخناه من قبل. المملحات من بعد ما خرجتهم من الفرن كيجيو على هذا الشكل، كيجيو مورقين، كيجيو زوينين. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم. الا عجبكم ما تنساونيش بابوني، بارطاج ولايك للفيديو.